السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا بنات، إن شاء الله فكرة جميلة جدا النهاردة وكلها تعتبر ببلاش خالص. يلا كده هنخش معانا 3 غطيان بلاستيك. دي غطا بلاستيك بتاع العلب بتاعة البوية دي، وده الصغير ده بتاع السمنة. ماشي، الفكرة بتاعت النهاردة هنعمل ايه؟ محتاجين حتة سفنكة مقطعة صغير أو فايبر، يعني ده أو ده. هنبتدي كده نحط السفنج من غير ما نلزقه، من غير أي حاجة. هنحطه على هنعمل الشكل اللي معانا دلوقتي زي شكل بومبي كده، هتشوفوه معايا بعد ما يخلص. وهبتدي ان انا حطيت السفنج من فوق وقلبت الغطا عشان ابتدي الزق القماشه بتاعتي. معانا هنا الشكلين اللي معانا بكار، معانا المسحراتي. يعني قصي الاشكال اللي انت تحبيها. وهبتدي ان انا بقى هغلف من ورا الكلام ده كله. لو عندك قماش تاني زيادة هتقصيه وهنحط ورا عشان ايه؟ نظبط الدنيا ورا. انا هحط ورا دلوقتي، هتشوف انا هحط ايه. وهنا برضو نفس الفكرة، هنحط ايه؟ احنا عايزينه زي السري دي كده يا بنات، زي الحاجات الجاهزة. هبتدي ان انا برضو شكل المسحراتي ده اظبط بس السفنج بتاعي عشان يطلع شكله بومبي حلو. وكل الاطراف الفاضية كده نحط فيها. وهبتدي برضو نفس الفكرة، هلزق كل الرسمة بتاعتي دي عشان تظهر من قدام وتديني الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه. لو ما حطيتيش لايك حطي لايك للفيديو وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهبتدي برضو الاخيرة نفس الشيء يا بنات، هعملها برضو بنفس الفكرة. قبل ما اعملها بس هنداري بقى الدفوهات اللي ورا دي. لو عندك قماش تمام هتحطي وتلزقي، انا ما عنديش قماش، ممكن كرتون، ممكن ورق، زي ما انا عملت كده. تمام. توفير، يعني فكرة اقتصادية اكتر، ان انت بدل ما تهلكي القماش ورا هت هتظبطيه كده، هتحطي ورق او هتحطي كرتون ونداري الدفوهات اللي ورا دي كلها. خلاص، وهنقص بقى الورق بتاعنا كده ونثبته كويس، ولو حاجة مش ثابتة تثبتيها كويس. ودي كمان انا عملتها بنفس الطريقة كده. ال3 معانا اتجمعوا. خلاص هنعمل ايه كده؟ هنحط الكبيرة من فوق. هنبتدي الاول بس نداري بقى الدفوهات اللي في الاجناب. معانا حبل خيش عشان شكلهم يبقى احلى واحلى. هنحط بقى حبل الخيش كده داير ما يدور. مفيش اسهل من كده بقى زينة رمضان، والشكل النهائي بجد خطير. قومي اعمليها وما تكسليش، حاجات كلها بسيطة جدا. والورق اللي طالع من ورا ده برضو هنثبته كله بقى في الاخر كده، وانت بتفنشي بتلمي الزيادات معاكي وبتثبتي الكلام ده كله. ومسدس الشمع مش حارمنا من حاجة بصراحة. هنعمل التانية بنفس الفكرة يا بنات. برضو قماش الخيش ده لو عندك كلفة من بتاعة رمضان الحاجات دي، بس انا حسيت ده شكله مدي التابلوهات بتاعتنا افخم. دلوقتي التابلوهات دي طالعة ترند، بتتحط كده كل واحد على حدة لوحده على الحيطة، بيبقى شكلهم حلو قوي ال3. ممكن نحطهم، هنشوف هنعملهم ازاي، بس انا مش هحطهم متفرقين، انا هثبتهم زي كده. خلصنا الاشكال بتاعتنا ال3، حطينا عليهم حبل الخيش. هبتدي ان انا بقى اشوف هثبتهم ازاي. خلاص، معانا ايه؟ معانا حبلين، معانا نوعين يعني من الحبال او الكلفة. معانا حبل الخيش ده ومعانا ايه؟ الشريط ده. هنشوف هنعمل ايه. هناخد ده كده ونبتدي نثبت ال3 فيه، الكبير ثم الاصغر شوية ثم الاصغر خالص. خلاص، هي انا هتعتبر مجوز عشان يبقى فوق عليقة، يعني هي دبل. هنثبت ده، ثبتنا ده وهنثبت ده. نضغط عليه بس كده عشان يبقى ايه؟ الدنيا كويسة يعني. وهنثبت انا قلت لكم ان هما دبل، فهنثبتهم في بعض. خلاص كده ال3 ثبتهم في بعض. تمام، ايه رأيكم بقى في شكلهم النهائي؟ بجد حلو جدا جدا. هنا دي عايزة
تعيدي سنة كده تحت الصورة بس. تمام، يعني الفكرة وضحت والشكل جميل، وكل سنة وانتم طيبين. هنا دي بس هتتعدل شوية كده، لكن هي الفكرة العامة. ممكن نحطهم التلاتة من غير حبل على الباب من ورا، تلزقيهم بدبل فيس برضه شكلهم هيبقى حلو قوي. والسلام عليكم.